زميلنا نواف العنزي مراسل البرنامج في الجوف التقى مع اللاعب الكبير كابتن عمر السومة. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن يعني تكون هي هذه أحد الأسباب، لكن ما إنه كان السبب الرئيسي. هو السبب الرئيسي إني أنا يعني أنت عارف أنا عايش بالسعودية صار لي 10 سنوات أنا وأهلي، فحبيت إني أرجع يعني للسعودية. كان في عدة عروض يعني من دول ثانية، لكن بعد توفيق الله والاستخارة يعني سبحان الله يعني تيسرت على السعودية. أكيد يعني أنا رقمي تعبت عليه كثير، فالحمد لله لاعب كبير وأنا أشوف يعني أنا أؤمن إذا الله كاتب أن الرقم ما ينكسر، إذا ألعب 20 سنة راح ينكسر الرقم، فأنا تارك على الله، أنا راح أملي علي والتوفيق من رب العالمين. يعني هو الرقم أجا ما كان بالحسبان، يعني سبحان الله لوحده الرقم صار، وصرت أنا الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين. إن شاء الله يعني أقدر أني أحافظ على رقمي، وإن كان حمد الله كسره الله يوفقه ويستاهل كل خير هو وأي لاعب ثاني يعني. لكن المهم أني أنا رجعت لدوري روشن ورجعت للسعودية. النادي العربي قصة طويلة يعني ما راح أقدر أتكلم فيها يعني، لأنه هي من بداية الموسم يعني من غير سابق انذار فجأة عمر شوف لك نادي أو أعمل تنازل. الأسباب ما في أسباب، فقلت لهم لا طبعا ما يصير يعني بهالطريقة أنا تعاملوني يعني، فرفضت اني انا اطلع واتنازل عن شيء. لين دخلنا الفتره الشتويه. طبعا هو اللي كان السبب الرئيسي كان المدرب، مو الاداره يعني رئيس النادي واعضاء الاداره حتى الكادر الاداري كلهم يعني كان ضد قرار المدرب. لكن من المدرب هو صاحب القرار الرئيسي، يعني المدرب هو اللي بدايه الموسم اللي كان رافض اني انا استمر معه، ما اعرف ليش. جلست معه اكثر من مره انا، اعذار كثيره، شيء الاداره ما بدهم اياك، شيء انا اجتني تعليمات من فوق اني انا اطلعك واخذ الونجا. يعني اول مره اتكلم في هذا الموضوع. قلت له طيب انا ابو علي يعني انت اوكي الونجا لسه ما اجى، ليش مو راضي تلاعبني؟ يعني ليش تستخدم معي اسلوب التطفيش؟ يعني لما يجي الونجا انا مثلا اتوكل على الله، ليش ما خبرتوني مثلا بكير يعني عشان اقدر اشوف نادي؟ انت جاني بالايام الاخيره من سوق الانتقالات كل الانديه كانت مخلصه مع محترفين، فلهذا السبب يعني أنا ما لعبت مع العربي الست شهور. أول مرة أتكلم فيها يعني كنت ساكت احتراما للنادي العربي ولجمهور النادي العربي، لكن هو السبب كان المدرب طبعا. شلون بيقابل عمر السومة جمهور الأهلي؟ أكيد هذا الشيء ما نسهل عليه عن جمهور الأهلي ونادي الأهلي وشعار النادي الأهلي يعني. ما نعرف كيف راح تكون المباراة، لكن بالنهاية هذا حال كرة القدم وهذا احتراف. راح يكون ولائي كله لنادي العروبة أنا، وراح أعطي فوق طاقتي. وقلت لك هذا حال الاحتراف، هذا عقد موجود بيني وبين نادي العروبة. أنا من أول يوم إلي بنادي العروبة أعطيهم كل الولاء والانتماء وكل شيء عندي أقدر إني أقدمه لنادي العروبة، ما راح أقصر فيه إن شاء الله. والله شوف بعد توفيق الله يعني الدوري أكيد يعني الدوري اختلف كثير يعني مو شوي عن الثلاث سنوات اللي قبل اللي أنا كنت موجود فيها. الدوري اليوم ما في يعني أغلب الأندية قوية كلها عندها 8 محترفين أو 9 محترفين أو حتى 10 محترفين. فإن شاء الله إحنا فريقنا يعني إذا اكتمل الصفوف ويرجعون اللاعبين من الإصابة، فريقنا قادر يعني يواجه وينافس أي فريق داخل أرض الملعب. فإن شاء الله بإذن الله أكون أنا يعني إضافة كبيرة للفريق وأساعد إخوان اللاعبين داخل أرض الملعب إن شاء الله. لسه يعني الكل عارف لسه مرحلة الذهاب ما انتهت، ترى تقريبا عندك 20 جولة عشان يخلص الموسم، يعني لسه بكير. الفريق دائما بداية الموسم يكون في توقفات كثير، القسم الثاني يكون في لعب أكثر، يعني اللاعب يدخل بالفورمة أكثر. ف مثل ما تفضلت بقى 3 جولات تقريبا على القسم الأول. الفريق حاليا بالوسط، واحنا طموحنا نبقى يعني بدوري روشن قد ما قدرنا نتقدم بالترتيب. اكيد يعني احنا ما راح نقصر، ف ما في شيء يخوف ان شاء الله. امور النادي ان شاء الله والفريق بخير والتوفيق من الله.